ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم فيديو جديد، والنهارده هنعمل كذا تورته كده بمقاسات مختلفه. هنعمل تورتايه 30 في 40، وهنعمل كمان تورتايه مقاس 20، وهنعمل تورتايه قلب كده، بس تقريبا مش هجيبها معاكم في الفيديو يعني، بس هوريها لكم في الاخر. لا مش في الاخر، هوريها لكم دلوقتي. دي التورتايه اللي انا عملتها، بس ما صورتهاش لان اليوم ده كان عندي ضغط جامد في الشغل، فما لحقتش بصراحة ان انا اصورها، او بمعنى اصح مساحة التليفون عملتها معايا في اخر كده التورتايه، فمش مشكلة، المهم ان انا اوريكم بس الشكل وكده. اول حاجة كده يا بنات، انا ضربت الاسبونشات، مش هضربها معاكم في الفيديو بس عشان ما يبقاش الفيديو طويل. انا هعمل تورتايه مقاس 30 في 40، وانتوا طبعا عارفين ان انا بعملها من صاج 30 في 40. بعمل 3 صاجان، الصاج بياخد معايا 3 بيضات، معايا 350 جرام من الاسبونج، ومعايا فانيليا وربع كوبايه من الميه. بحط ربع معلقه محسن جل صغيره. خدي بالك، لان انت ما بتكتري محسن الجل بتيجي تبص تلاقي الاسبونج بصوا هشش جدا. هو كل ما انت هتحطي محسن، خلاص، كل ما هتلاقي الاسبونج نفش معاكي وعيله معاكي وكل حاجه، بس هتيجي تتعاملي معاه مش هتعرفي ان انت تتعاملي معاه، خلاص هتلاقيه يعني بصوا هاشش قوي لدرجه ان انت مش هتقدري ان انت مش هتعرفي ان انت اصلا تمسكيه بايدك، خلاص. فهو اصلا الاسبونج الجاهز بيبقى جاي معاه المحسنات بتاعته، بس احنا بنستخدم له محسن الجل ان هو ايه رافع كده مع برضو المحسن اللي بقى مع الاسبونج، بحيث ان احنا ايه نعليه شويه، خلاص كده. انا طبعا كان معايا تورتايه مقاس 20، ومعايا تورتايه مقاس 30 في 30، والتورتايه التانية كانت برضو مقاس 2، كنت عاملاها من مقاس 20، هي كانت طالبة مني تورتايه صغيرة اللي هي القلب، خلاص. فعملتهم كده من صاج 35 في 55، والآن مع المفاجأة الكبرى. عايزة اقول لكم ان أنا من زمان جدا جدا كان الحلم بتاعي ان انا اجيب قاعدة استانلس، وعايزة اقول لك ان انا شغالة بقالي ييجي 3 سنين. فالاحلام يا جماعة مش بتتحقق في يوم وليلة. انتوا عارفين يعني، عشان انتي اصلا انا قعدت سنة واكتر من سنة كمان احلم ان انا اجيب عجان، وقعدت شوية كده احلم ان انا اجيب قاعدة، ومرة في مرة كده واحلم ان الناس تعرفني كده. فهي بتيجي كده، فمش كل حاجة انت بتحلمي بيها تجيلك على طول يعني، عشان تعرفوا بس الشغلانة بتاعتنا دي برضو ايه، زي ما بتدي بتاخد منك عشان تجيبي يعني خامات وحاجات من دي. عايزة اقول لكم ان القعدة اللي هي البلاستيك اللي انا كنت بشتغل عليها على طول، كانت بتتعبني في اللف وكده، وفي نفس الوقت ما كانتش بتطلع معايا الشغل احسن حاجه. في التجليس ما كانش احسن حاجه. انا كان احساسي كده. فلما جبت القعده، يعني بسم الله ما شاء الله، هي حلوه. انا كنت بس يعني ايه بلفها معاكم ان انا بس اوريكم الدوران بتاعها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان اللون بتاعها حلو جدا بصراحه. هو الأستاذ طارق اللي أنا باجيب طبعًا منه الشغل بتاعي من عندي 4K. كنت قالوا لي عليها من زمان وكده، ورُحت لقيته حاجز لي واحدة هي تقريبًا ب650. طبعًا أنا جايباها بقى لي فترة، بقى لي أزيد من شهر ونُص. بس على ما بقى طبعًا سجّلت الفيديوهات ومنتجتها والفيديو وصل لكم أصلًا يعني. هي عندي من زمان، تمام. فقُلت بقى إن أنا أجرّب أول مرّة كده تجليس في تجليس تورتاية. بس عايزة أقول لكم أقسم بالله إحنا تحسّي كده إن إحنا إن أنا ما كنتش عايشة أيام ما كنت باجلّس بالقعدة البلاستيك، طبعًا إحنا هنفتري عليها دلوقتي. بس هي الحمد لله يعني كانت شغّالة معايا، بس تقلت، أنتم فاهمين؟ تقيلة جدًا في إن أنتِ تحرّكيها في الدوران، تقيلة أوي، مش خفيفة زي دي كده. وميزة كمان الstainless ده، أنتِ بتحطي القاعدة مش بتتحرك، لإن تحسّي كده إن القاعدة مخربشة أو فيها، ما أعرفش، هي ماسكة القاعدة كويس جدًا، مش محتاجة إن أنتِ تحطي مثلًا منديل. القاعدة البلاستيك كنت باحتاج إن أنا أحط منديل عشان القاعدة ما تتزحلقش، مش عارفة إيه وكده. أرُد طبعًا بقى على السؤال اللي جالي، هو أنتِ ليه أنتِ كنتِ الأول بتشتغلي بالحلل، هو أنتِ ليه قعدتِ بتشتغلي دلوقتي في السيجان وبتستخدمي الكادر؟ هاقول لِك. أنا كنت الأول يا جماعة ما كانش عندي يعني بُصّوا حجوزات كتير، خلاص، أو مثلًا ممكن ييجي لي تورتة، 2 في اليوم. فكان عادي إن أنا ممكن مثلًا أخلّص الشغل بتاعي بorder اليوم ده، ولو تاني يوم جاي لي تورتتين والّا حاجة،
باضرب في العجان وباحط الحلل عندي في الفرن وخلاص تستوي براحتها لتاني يوم، واسيبهم تاني يوم تمام. بس حاليًا دلوقتي أنا من ضغط الشغل مثلًا بيبقى معايا مثلًا إيه 3، 4 تورت في اليوم أو جاتوه أو كده، على ما باخلّص أصلًا يعني أنتم عارفين طبعًا اللي عندها بيت وولاد وشغّالة من بيتها، ربنا يا رب يرزق كل حد شغّال في الشغلانة دي أو في أي شغلانة تانية، عارف إن الواحد على ما بيخلّص أصلًا بيكون بُصّوا الطاقة بتاعته نفذت، يعني خلاص يعني بيبقى عايز بقى يتحط على الشحن شوية، يشحن باور تاني، يعني ي ي يبقى في عنده طاقة تانية، فأنا خلاص الطاقة بتاعتي خلصت، فأنا مش قادرة. فباضطر إن أنا أفصل، وتاني يوم أبدأ إن أنا أبدأ يوم جديد واشتغل خلاص. فباعمل إيه بقى، باسوي سبونشات في الصاج بحيث إن أنا بُصّوا عايزة أنجز في الوقت، وفي نفس الوقت اليوم أصلًا قصير، بتاع الشتا ده بيبقى قصير وابرد بسرعة، الصاج بيبرد بسرعة، بيدخل الفرن بيقعد له 10 دقايق، بيطلع 10 دقايق برضك على ما يبرد، وبعدين بابدأ إن أنا أقطّعه، بابدأ إن أنا في الكادر باعمله مثلًا إذا كان نُص فانيليا أو نُص شوكولاتة، بابدأ إن أنا أجلِّس التورتاية بتاعتي وأدخّلها عندي الفريزر ترتاح، ما بياخدش معايا الموضوع ساعتين، باكون مخلّصة التورت بتاعتي والشغل بتاعي. خلاص، ده سبب إن أنا أستخدم الكدر وإن أنا ما عدتش أستخدم الحِلَل بتاعتي، إن أنا مثلًا مش هاشتغل فيها تاني، لأ هنشتغل فيها تاني وكل حاجة، بس كل حاجة ليها وقتها تمام. أو في مثلًا ناس ما بيبقاش عندهم الحِلَل بيبقوا عايزين يشتغلوا مثلًا في السيجان، فبنعمل ده وبنعمل ده، وقت مثلًا ما يكون الأوردرات خفيفة علينا شوية بنعمل في الحِلَل عادي ما فيش مشكلة، بس إحنا بنحاول إن إحنا نوفّر للمبتدئين، يعني بنحاول إن إحنا نوفّر في الغاز وبنوفّر كمان في الخامات. وفي حاجة كمان في حاجة تانية، إن لو أنتِ عملتِ في الصاج بيفضل عندِك إسبونج، تقدري إن أنتِ مثلًا تطلّعي طواجن وتطلّعيها فوق الشغل بتاعِك، بالتالي هيدخل لِك رزق غير أو مثلًا مكسب غير مكسب التُرَط اللي أنتِ بتشتغليه تمام. هي دي بس الفكرة. خلاص، عايزة أقول لكم إن أنا لمّا جلّست التورتاية دي طبعًا بالقعدة الجديدة، مش عايزة أقول لكم قمة سعادتي، يعني كنت أنا عندي سعادة جامدة جدًا، جدًا لمّا جلّست التورتاية وحسيت إن التورتاية بُصّوا طالعة ناعمة، غير طبعًا الكريمة هي يعني ناعمة، بس القعدة لمّا تكون سريعة معاكِ ب التورتاية بتتجلّس بُصّوا في ما فيش وتيجي تلاقوها ناعمة. يعني حاجة كده قشطة، مش عارفة أنا ما جبتهاش من زمان ليه، بس عايزة أقول لكم إن أنا أول ما أنا اشتغلت كانت التورتاية ديّة بكام، تورتاية ركّزوا معايا، ركّزوا، ركّزوا، هاركّز أنا دلوقتي. كانت القعدة دي كانت ب1000 وشوية، كانت ب1050، أول مرّة سألت عليها خالص كانت ب1050. ف يعني إيه صبرت شوية كده على ما يعني إيه على ما الدنيا ضبطت معايا وكده، لغاية ما أنا الحمد لله جبتها. فاصبري وربنا ينول لِك كل أحلامِك وكل اللي أنتِ بتتمنيه. بُصّوا بقى التورتاية بتاعتي عاملة إزاي، واتجلّست بُصّوا في وقت بسيط جدًا، لكن من القعدة التانية اللي هي البلاستيك دي كانت بصراحة بتهبّطني، وفي نفس الوقت كنت باقعد كتير جدًا، جدًا على ما أضبط التجليسة، لإن كانت تقيلة إن أنتِ تلفّيها كده رايح جاي، كانت تقيلة جدًا. خلاص عملت بقى happy birthday بالحروف. ما كنتش طبعًا لسه جِبت الإيه، الطبعة اللي أنا بابقى أعمل بيها happy birthday، أنا جايبة طبعة بس مش عارفة أنا أصلًا نزّلت لكم الفيديو بتاعها والّا لأ، فيها happy birthday وفيها حاجات تانية غير happy birthday، باطبع على الكريمة وبامشي بالتِّب كده اللي هو إيه، في فتحة صغننة خالص بتاعة الكتابة، اللي هو تِّب الكتابة تمام. بابدأ بقى إن أنا أمشي على الكلام المطبوع بالطبع على الكريمة تمام. بس فأنا يومها ما كنتش جِبت لسه تقريبًا وعملته عادي، ده كنت عاملاه بشوكولاتة بيضا. الحروف اللي باعملها بالشوكولاتة دي باعملها في قالب سيليكون، باسيّح الشوكولاتة عادي وباصُبّها في القوالب دي بتبقى حروف، باعمل بقى الاسم أو مثلًا happy birthday أو أي حاجة مطلوبة منّي. لو ما فيش بقى عندِك شوكولاتة، ممكن لو عندِك عجينة سُكّر تقدري إن أنتِ برضه تعمليها
بعجينة سكر وتدخليها الفريزر بس 5 دقايق على ما تشد معاكي، عادي تحطيها على التورتاية. هي كانت مطلوبة مني بس لونها بينك، طبعا انا حطيت لون نقطة فوشيا كده على الكريمة ولونتها وخلاص. كانت مطلوبة مني ان هي يكون لونها بينك، مكتوبة في بيرثي داي، والاسم طبعا اللي كان مطلوب مني، والقلوب تكون بيضة، وكمان شرايط الستان تكون بيضة. طبعا انا عملت التورتة دي الاول لانها كانت هتطلع تقريبا العصر، فعملتها الاول ودخلتها التلاجة تشد معايا، وابتديت ان انا اعمل التورتة 30 في 40. وزي ما قلتلكوا عاملاها في صاج 30 في 40، عاملاها ب3 بيضات و350 جرام من الاسبونج، وربع كوباية من المية، ومعلقة محسن جل صغيرة، والفانيليا، وبضربهم في العجان. طبعا بعمل 3 صيجان، بعمل واحد فانيليا و2 فانيليا وواحد شوكولاتة حسب طبعا ما مطلوب مني، وبحطهم في الفرن. بقعد معايا مثلا 10 دقايق، اقل من 10 دقايق كمان، لان ببقى مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة، على ان الصاج بيدخل معايا على درجة حرارة عالية، باختلاف طبعا الحلل تدخل على درجة حرارة متوسطة. وبدأت ان انا اجلس التورتاية بتاعتي. وزي ما قلتلكوا التورتاية 30 في 40 بتاخد مني من كوبايتين لكوبايتين ونص من الكريمة. ولو انت عندك طبعا مضرب ممكن تاخد منك ازيد من كده. يعني مثلا في حد كان كاتب له كومنت: انا عملت نفس الخطوات بتاعتك بالظبط، والسبونج بتاعي معلاش وما طلعش معايا نفس الكمية، وكلام وتعليقات كتير من هذا القبيل. خلاص. حتى كان حد دخل لي في الخاص سألني نفس الأسئلة بالظبط: طب انت حضرتك بتستخدمي ايه، مضرب ولا عجان؟ لا، انا بستخدم مضرب. فهو ده المشكلة يا بنات، ان المضرب الكهربائي مش هيطلع معاكي نفس الكمية، حتى لو كان المضرب بتاعك القوة بتاعته عالية، خلاص مش هيطلع معاكي نفس الكمية. فهو ده المشكلة. خلاص كده. فبالتالي كل اي حد شغال طبعا يقولك احنا بنعمل نفس الموضوع وبيخسر معانا ومبيطلعش معانا نفس الكمية، وما بنيجي مثلا نسعر زي ما انت بتطلعي بنبقى خسرانين. انا ما بقولكيش سعري زي ما انا بسعر، طلعي الشغل بتاعك نفس الاسعار بتاعتي، انا ما بقولكيش كده. انا كل هدفي كله ان انا عامله القناه بتاعتي دي تعليم فقط مش اكتر، ان انا بديلك معلومه، وفي نفس الوقت بنفذ معاكم ضرب الاسبونشات، بنفذ معاكم التقطيع والتجليس والتزيين. وبقول لكم انا في اخر، انا اصلا ما كنتش بقول الاول اسعار، وبقول لكم في اخر الفيديو ان التورته ده مطلعاها كذا. تمام. مش بقول لك اعملي نفس ما انا او طلعيها نفس ما انا مطلعاها، لا، انا بقول لك على اللي انا بعمله من اول الاسبونج للبيع. خلاص. لكن كل واحد وليه بصوا في المنطقة اللي هو قاعد فيها. طبعا انا لو في منطقة حية شوية انا ولا اطلع التورتيه دي ولا ب700 جنيه، 800 جنيه كمان. خلاص. بس كل واحد حسب المنطقة بتاعته، وانا اصلا اغلى من المحلات، يعني انا عندي في المنطقة بتاعتي انا اغلى من المحلات. خلاص. بس طبعا بدل انا عندي زباين وفي ناس راحة جاية عليا بياخدوا مني شغل وكده، عارفين الشغل بتاعي حتى لو ازيد من المحلات، بس هم عارفين الشغل بتاعي عليا. خلاص كده. فانتي اهم حاجة تكوني يكون العجان بتاعك يكون عندك عجان، العجان بتاعك يكون قوي، عشان تقدري حتى لو انتي عاملاه، يعني عاملاه مشروع، تقدري حتى تطلعي مكسب. خلاص. لكن انت لو عندك المضرب هيبقى الموضوع يعني صعب شوية، وهيبقى فيه خسارة ليكي. لكن لو انت ست بيت وحابة تعملي لولادك فعادي، فانت هتجيبي مرة ومش هتجيبي بعد كده، او مثلا مش هيتوفر، مش هيبقى عندك شغل. او ما تيجي بقى رايحة تجيبي مثلا حاجة، تجيبي مثلا نص كيلو سبونج، محسن جل من اللي هو الاكياس الصغيرة دي، فالموضوع هيبقى بسيط لو انت ست بيت. لكن لو انت بتطلعي اوردرات فالموضوع هيبقى صعب عليكي من غير العجان. تمام. التورتيه دي انا مطلعاها ب600 جنيه، اللي فيها الفاكهه الفراوله، وكمان طلعت البنك اللي انا مطلعاه من شويه، مطلعاه ب250 جنيه مقاس 20. ودي كانت التورتايه اللي انا ما صورتهاش معاكم، اللي ما كانش فيه وقت، او كمان مساحه التليفون هي اللي كانت بايظه معايا. فده كنت مطلعه دي ب300 جنيه اللي هي القلب دي. وده بقى كان الفيديو بتاعي النهارده. اترككم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.